مساء الخير. كالعادة ثلاثيات الأهلي تستمر. الأهلي بيعبر الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف. المباراة في مجملها مباراة كويسة جدا، فيها فنيات. واضح ان النادي الإسماعيلي تطور مستواه رغم ان النتيجة كبيرة، يعني الأهلي كسبان 3-1 وكان يقدر يزود، ولكن واضح ان لعيبه نادي الاسماعيلي مع ايهاب جلال مستواهم بيتطور في المباريات، خصوصا ان الاسماعيلي ما عندوش قيد. ولكن الاهلي كالمعتاد بيلعب بطريقته المعتاده، بطريقه مستر كولر. المباراه اللي فاتت جمهور الاهلي في مباراه انبي في الكاس كان بيقول الله حي دور الدراويش جاي، والنهارده الاهلي كان على الميعاد وقدر يكسب الاسماعيلي في مباراه هاديه من طرف النادي الاهلي، خصوصا في الشوط الثاني. والصراحه مش عارف ليه في الشوط الثاني لعيبه الاهلي كان عندهم حاله الهدوء اللي هو شويه كده، كنت تحس ان هو التراخي شويه. واكبر دي على كده الجول اللي جابه نادي الاسماعيلي، يعني تحس اللعيبه كانت زي ما تكون زهقانه وعايزه تخلص المباراه وعايزه تخلص بقى، فبيمررهم واقفين. مفيش الحميه اللي كانت موجوده في الشوط الاول وفي اوائل الشوط الثاني. خلي بالك ان اول ربع ساعه في الشوط الثاني تقريبا بالكامل الاهلي ما راحش عند جول الاسماعيلي تماما، لحد كرة طاهر وبيرسي تاو الاهلي ما راحش. طبعا قلق عند جماهير الاهلي علشان اصابه امام عاشور. اعتقد اصابه امام عاشور قد تكون اصابه نفسيه، يعني ممكن ان شاء الله ما تكونش اصابه قويه، وممكن تكون اصابه بسيطه، ولكن هي ممكن تكون اصابه نفسيه. يعني دموع امام عاشور كنا شفناها من اسبوعين تقريبا مع حسام عبد المجيد لاعب الزمالك لما اتصاب وبكى، وبرده الناس توقعت ان الاصابه هتكون جامده، لكن المباراه اللي بعديها على طول كان بيلعب حسام عبد المجيد. اتمنى الشفاء والسلامه لامام عاشور ولكل اللعيبه. لكن هو ليه بقول نفسي؟ لان الراجل عامل ماتشات كويسه وظاهر وعايز يقول ان انا موجود وعندي، ولسه جايب جول الماتش اللي فات. فبيحصل له اصابه ما بيقدرش يقف على رجله في الملعب، بيخرج، بتبقى عمليه نفسيه شويه. مش هتكلم على التعليقات السخيفه والشماته والناس اللي كانت يعني بتدعي بطريقه مش ظريفه جدا. في الاخر هو لعيب كوره وده رزقه وده نصيبه. لكن اعتقد ان الاصابه ان شاء الله هتكون بسيطه وهتطلع حاجه سهله ان شاء الله ويعديها امام عاشور. خروج امام عاشور عمل دربكه شويه في الاهلي، لان ما كانش في حد بيعمل الدور ده، خصوصا بعد نزول طاهر محمد طاهر. الحقيقه كولر بيفاجئني بتغييراته دايما. يعني انا لما امام اتصاب قلت هينزل رضا سليم، قلت هينزل قفشه، قلت ممكن يلاعب مثلا مروان عطيه في وسط الملعب ويدي ديانج حريه شويه ناحيه الشمال، خصوصا ان دي الجبهه اللي كان الاسماعيلي بيلعب عليها اللي فيها المتالق عبد الرحمن مجدي. ولكن هو لاعب طاهر محمد طاهر يمكن يكون شايف ان كان ليه دور معين او تكتيك معين، مش قادر افهم كولر فيه، ولكن طاهر كان موفق على الاقل في الاسيست بتاع الجول الثالث بتاع بيرسي تاو. دي كانت تغييره امام عاشور. اللعيبه بتاعت الاهلي اللي عايز اتكلم عليها النهارده بسرعه، موديست واضح ان هو مش جاهز خالص، لانه بطيء جدا، ما بيستلمش، ما بيجريش. تقريبا في الشوط الاول ما لمسش الكوره غير مرتين، مره هيد طلع خده من فوق، ومره ثانيه كوره شاطها كان اصلا متسلل فيها. فواضح ان هو يعني مش جاهز. مش عايز اقول ان احنا هنستعجل برضو عليه. طبعا النهارده كان الترند ان هو يلعب ويشارك، والتبديل بتاعه كان محمد زعلوك اللاعب الناشئ، لان طبعا اصابه صلاح محسن وغياب كهرباء للايقاف. ما زال الاهلي عنده سحر في بيرسي تاو وحسين الشحات، وطبعا كان معاهم امام عاشور. بعد خروج امام الدنيا اتلخبطت شويه في الاهلي، خد وقت عشان يوزن تاني وسط الملعب ويدخل معاه التشكيله ويدخل معاه اللعيبه زي ما هو عارف. وكعاده كولر احنا عارفينها بيتاخر في التغييرات لحد الدقيقه 60 65، بيعمل 3 تغييرات مره واحده، بيفاجئنا بخروج هاني اللي كان عامل مباراه كويسه جدا ونزول خالد عبد الفتاح. واضح ان كولر بيدخل اللعيبه في الجيم بقى، انه عنده الماتش الجاي مباراه سيمبا، فهو عايز يدخل اللعيبه في الجيم بالتدوير اللي هو بيعمله واللي هو اتقنه وشفناه كلنا الموسم اللي فات. من نجوم المباراه طبعا محمد الشناوي في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني لا يسال عن الهدف اللي دخل مرماه. محمد عبد المنعم مازال متالق ما شاء الله. ياسر ابراهيم عنده سنه بطء شويه ما اعرفش ليه، خصوصا في الشوط الثاني كان بطيء قوي. معلول عنده حاجه غريبه في التغطيه النهارده، كان يعني
مش مظبوط، مش احسن حاجه. هاني قلنا ان هو راجل من احسن اللعيبه اللي عملت مباراه النهارده كويسه لحد ما طلع. وسط ملعبك كان ديانج عامل مباراه كويسه قوي. الولد كوكا يا جماعه لعيب كويس، لعيب هايل، لعيب عنده 21 سنه، لعيب رايح وصاعد وعامل اسيست الجول الثاني لحسين الشحات، اسيست عالمي. الجول حلو قوي من اول لحظه استلامه كوكا ان هو يحطها في ظهر الديفنس بينيه للشحات اللي بيروح يخلص يحطها مره واحده. واضح ان في شغل وتدريب، واضح اكتر في الجول الثالث اللي جابه بيرسي تاو من الجمله اللي اتعملت ما بين رضا سليم وطاهر محمد طاهر، وراح طاهر حطها لبيرسي تاو. اتكلمت على موديست خلاص مش عايز اتكلم عليه تاني. مفيش حد تاني يعني لفت انتباهي في الاهلي في المباراه. كنت حاسس ان المباراه محتاجه شويه مروان عطيه في الشوط الثاني، خصوصا بعد خروج زي ما اتفقنا امام عاشور. كنت حاسس ان وسط ملعب الاهلي كان خلاص هو كده، مفيش غير كوكا تقريبا اللي بيقابل، وخرج ديانج ونزل قفشه ما بيعملش الدور ده كويس قوي زي ديانج طبعا ومروان عطيه. وان كان مروان عطيه مش مركز زي ما اتفقنا في بدايه الموسم، وهو الراجل بعد وفاه والده الله يرحمه حصل له كده دروب شويه، محتاج شويه علشان يقوم. لكن في النهايه الاهلي قدر ياخد 3 نقط مهمين قبل التوقف في الدولي والتوقف في البطوله الافريقيه، الدوري الافريقي ودوري الابطال. من هنا اقدر اقول لك انا متفائل في مباراه الجايه بتاعت سيمبا التنزاني، وان شاء الله تكون بدايه كويسه للاهلي. انت هتلعب كمان المباراه الاولانيه بره، فان شاء الله تعمل نتيجه ايجابيه وترجع كسبان عشان تخلص المباراه الثانيه. مجمل المباراه ان انا عاجبني الاداء، ان الاسماعيلي اقتسم الشوط الثاني مع الاهلي، وكانت نسبه استحواذ الاسماعيلي على الكوره في الشوط الثاني احسن. عنده لعيبه كويسه على فكره، عنده عبد الرحمن مجدي، عنده ياو انور او ياو انور، انا ما اعرفش هو مين فيهم، بس ياو انور ده لعيب كويس قوي الراجل اللي جاب الجول. ولد صغير، ولد محتاج فرقه تلعبه. فالاسماعيلي انا شايفه بيتطور لقدام. الاهلي ماشي بالنهج المعروف 4-3 4 النهارده 3-3. النتائج طبعا الجماهير كانت عايزه تشوف المباراه، كان ممكن يجي فيها اهداف اكتر من كده لو لعيبه الاهلي بس في الاخر حبوا يخلصوا الجيم بقى اللي هو ايه، نباصي كورات عاديه نقتل الماتش علشان نخلص ونعمل اللي علينا، ودي كانت واضحه قوي في الشوط الثاني. تمنياتي لامام عاشور ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه ويرجع بسرعه وما تاثرش عليه. بس انا زي ما قلت لحضراتكم احساسي ان هي اصابه ممكن تكون اصابه نفسيه اكتر منها اصابه ان شاء الله ما يكونش فيها حاجه جامده. ولا اعزاء بقى الناس اللي بتشمت واللي بتقول، لان في الاخر هو نصيبه واللي ربنا كاتبه هيكون. هكذا كان لقاء الاهلي والاسماعيلي واحد من اهم كلاسيكيات الكره المصريه عبر التاريخ. الاهلي بينجح انه يزود العقده للاسماعيلي ويكسب 3-1 ويضمن انه يبقى عنده 6 نقاط من المباراتين اللي لعبهم في الدوري لحد دلوقتي حتى العوده بعد الايقاف. طبعا الاهلي هتوقف له ماتشاته او هتاجل له ماتشاته علشان الدوري الافريقي، وان شاء الله تكون الاولى يا اهلي في الدوري الافريقي وال12 يا اهلي في البطوله الافريقيه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي مره ثانيه. كنت سعيد انا كنت معاكم، دمتم سالمين، اشوفكم على خير.